الحال حنا كنتواجدوا في هذا الحفل اللي كتنظمه جمعيه امل النسائيه بشراكه مع المديريه الاقليميه للتعاون الوطني. وهذا الحفل كيخص الخريجين وخريجات ديال المركز ديال الامل للتنميه الاجتماعيه لسنه 2024 2025. بطبيعه الحال هذا يعني كيجي كختام المجهودات الكبيره اللي تتم طيله السنه من اجل تكوين واحد المجموعه من الشباب، والتكوين في هذا المركز هذا هو تكوين متميز يعني وجيد جدا. بطبيعه الحال ملي كنهضروا على التكوين يعني المركز كيحترم جميع المراحل ديال التكوين، من تكوين وتمرين وكذلك الادماج الاجتماعي. ونسبه ديال الادماج ديال هذه الخريجات بطبيعه الحال راه وصلت حتى اكثر من 65%، وهذا كيدل على واحد الجديه ديال العمل ديال الجمعيه ولا المديريه الاقليميه للتعاون الوطني اللي كيحرصوا بطبيعه الحال على انه التكوين ديال هذا الشباب يكون تكوين جيد وفي المستوى. اليوم نتواجد في محطة جد مهمة، وهو الحفل التخرج المنظم في نسخته العاشرة، والذي اخترنا له شعار من التكوين إلى التمكين. اليوم حقيقة جد سعداء لأننا تخرجنا برسم الموسم الماضي 709 مستفيد ومستفيدة. الحقيقة هذه النتيجة لم تأتي من فراغ، ولكن جاءت نتيجة سنة متواصلة من العمل والجهد والعطاء. من موقع هذا كنبغي نشكر الشريك الاستراتيجي جمعيه الامل النسائيه وهو المديريه الاقليميه للتعاون الوطني الذي ينجز هذا البرنامج في اطار تنسيق معها. ايضا كنشكر القطاع الخاص اللي كيحتضن التلامذ ديال مركز الامل للتنميه الاجتماعيه وكيساهم في عمليه الادماج المهني لهم. ايضا كنبغي نشكر جميع الشركاء اللي كيدعموا المسار المهني للمتخرجين والمتخرجات من مكتب الجمعيه، المنظمات المجتمع المدني، ممثلين عن القطاع العام وعن القطاع الخاص. وايضا كنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي كتحضر معنا اليوم في هذه المحطه الجد الهامه. طبعا يشرفنا نحن في مؤسسه براعم الرازي للتعليم الخصوصي ان نحتضن هذا الحفل المتميز احتفاء بتخرج كوكبه جديده من الناجحات والناجحين في النسخه العاشره تحت شعار معبر وملهم، ألا هو من التكوين إلى التمكين. ختاما نؤكد في مؤسستنا مؤسسة براعم الرازي اعتزازنا باحتضان مثل هذه المبادرات الهادفة وانفتاحنا الدائم على كل شراكة تخدم قضايا المجتمع والتنمية والتربية. بغيت نشكر جمعية الأمل على الاستضافة. حقيقة دائما ما كتجيني دعوة، اليوم كان عندي حقيقة واحد التزام عائلي مهم جدا مع الاخت ديالي نهى، ولكن اجلته واحد شويه باش نقدر نكون معها باش نقدر نحضر في هذه المناسبه، لان بالفعل واحد المناسبه اللي مهمه جدا لدعم الشباب. انا دائما كنقول جمعيه الامل هي اسم على مسمى، هي امل، نافذه امل للشباب، كتكونهم، كتعطيهم الخبره، كتعطيهم الاكسبيريونس، كتعطيهم فرص العمل، كتبقى على بالمواكبه والمتابعه، ماشي فقط كنعمل لك التكوين كنعطيك الشهاده وكنخليك تمشي. كنكون يعني جمعيه الامل كتواكب الشباب بعد التخرج، وكتحاول انها تعطي لهم التكوين اللي هو في مستوى في الطراز العالي، لان كنشوفوا شباب كيتخرجوا من جمعيه الامل كيشتغلوا على اعلى مستوى. راه باش تخدم في رويال منصور، وما ادرك ما رويال منصور، ماشي كلمه دعايه، ولكن معروف اللي هو مصنف من احسن الفنادق على المستوى العالمي. باش شاب يتكون او شابه تكون في جمعيه في مدينه صغيره بحال تطوان وتخدم في واحد المؤسسه عندها صدى دولي، فهذا كيدل بالفعل ان التكوين في مستوى على اعلى مستوى. فكنهنيهم على هذا العمل الرائع اللي كيقوموا به وكنشكرهم على الاستضافه. لنا الشرف اليوم جينا الحضور هذا التكريم ديال لي كونديدا اللي دازوا هذا الموسم. كنشكروا جمعيه الامل على هذا الالتفاته اللي كدير في هذه الطلبه، واسم جمعيه الامل اسم على مسمى. كنطلبوا لهم ان شاء الله التوفيق والمسار المهني ديالهم ان شاء الله مستقبلا. الاول تنحب نشكر جمعيه الامل على هذا المجهود الكبير اللي كدير، وشرف لينا باش اننا نكونوا اليوم مع الطلبه في التخرج ديالهم. صراحه كنشتغلوا مع الجمعيه لمده 3 سنين، ودائما كيطلعوا لنا الوليدات اللي هما يعني تيكونوا في المستوى، فمزيد من التشجيع وتبارك الله عليهم وبالتوفيق ان شاء الله.
عبد اللطيف الصالحي، مسؤول موارد بشريه. كنشكر اول حاجه جمعيه الامل على هذه المبادره هذه اللي زعما الصراحه يعني كتشكل واحد البادره زوينه اللي كتساهم في التطور والنمو ديال الجهه. يعني كنحييهم على هذه المجهودات الجباره، وكنتمناو انه يعني تكون مبادرات اخرى اللي تساهم بالقطاع. وحنا كقطاع خاص ماذا بنا الا نواكبوا بحال هذه المبادرات هادو ونساهموا بكاع الامكانيات المتوفره في اطار ديال الوين وين اللي نقوموا بالنهوض ديال هاد الشباب هادو ان شاء الله.